ول يا ول انا جيت نورت البيت قم بس وقت البيز يا ولد وعليني البيت سمعني صوت عيال وسقفه وحبة زغريت. أهلا وسهلا بحضراتكم متابعينا ومشاهدين، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. أعاد الله علينا وعلى الأمة الإسلامية وعلى مصرنا الحبيبة بكل خير ويمن وبركات. في بداية الحلقة، موضوع حلقة النهاردة مبدئيا ترفيهي. في بداية الحلقة أحب أن أتقدم للفنان خالد النبوي بأجمل التهاني، وأتمنى لهم مزيد من التفوق والنجاح لنجاح مسلسل رسالة الإمام، والفنان محمد رمضان لنجاح مسلسل جعفر العمدة، والفنان أحمد مكي لنجاح مسلسل الكبير أوي، هو والقصة اللي معاه. في ناس كتير جدا بنتكلم عن الفنون النهارده، ففي ناس كتير جدا بتعتبر الفنون دي حرام أو حاجة مستهمشة أو حاجة إحنا ما بنستفادش بيها في حياتنا، مع العلم إن الفنون دي والتلفزيون هي أهداف كبيرة جدا في حياة الناس. وأول هدف من الأهداف دي إن هو بيعزز دور التربية والتعليم. يعني الطلبة لما بيقعدوا يتفرجوا على مسلسل، يتفرجوا على فيلم، يشوفوا حوارات ما بين الأبطال مع بعضهم مع بعض، بيتعلموا إزاي يتكلموا مع بعض، إزاي يتعاملوا مع بعض، وإزاي بيتحاوروا مع بعض ويتكلموا مع بعض. طب تعزيز الإنسانية، طبعا الفن فيه حاجات فيها إنسانية كتير جدا. تلاقي واحد بيتعامل مع الكلب بتاعه بلطافة، تلاقيه بيتعامل مع الشغال عنده بطريقة لذيذة، بيتعامل مثلا مع البواب عنده بطريقة كويسة. فاحنا بنتعلم ازاي إنسانية بتنطلق من هنا، مبدأ الإنسانية. غير كده الفن كمان مسؤول عن نشر القيم والتسامح. القيم والتسامح، القيم وإيه والتسامح. فتلاقي نفسك بتتعلم مثلا، تشوف مشكلة مثلا واحدة عندها مشكلة مع جوزها وراح صايحها بكلمتين، فتعلم منها التسامح. نشوف مثلا لعيب كورة دخل جون والجمهور كان غضبان عليه، قام صايحهم بجون تاني، فبنتعلم منه حاجات كتير. وبعد كده يعتبر الفن أحد وسائل المعرفة. يعني إيه أحد وسائل المعرفة؟ يعني احنا بنتعرف على مع بعضينا على تاريخ الشعوب، وبنتعرف على الشعوب بعضها ببعض. يعني احنا لما قعدنا نتفرج على مسلسلات التركي ومسلسلات الهندي، بدأنا نشوف عاداتهم ونشوف تقاليدهم ونشوف بيعملوا ايه، نظام الافراح عندهم ازاي، نظام الطريقة عندهم ازاي، نظام تربية المدارس، شكل المدرسات. فتعلمنا الفن عن طريق الفنون. وطبعا الفنون دي بتوثق التراث. يعني ايه بتوثق التراث؟ تلاقي نفسك بنعمل فيلم مثلا ديني او فيلم تاريخي، زي ما احنا دلوقتي بنوثق ثورة 30 يونيو. قبلنا كانوا بيوثقوا ثورة 52، قبلنا كانوا بيوثقوا الملك فاروق، قبلنا بيوثقوا الفراعنة. وبعد كده بنوثق كمان ايه تاني؟ بنوثق الجانب الاقتصادي. تلاقي مثلا واحد قاعد في البيت، شاب متخرج من الجامعة مثلا وعايز يعمل ايه؟ يعمل مشروع، فمش عارف يجيب الفكرة منين، يجيب الفكرة منين. شوية يشوف البطل الفلاني عمل مشروع فيبدأ يتعلم منه. يعني فترة الثمانينات كلها كانوا كل موظفين الحكومة اتعلموا من نور الشريف انه يجيب تاكس ويبدأ يشتغل بعد الظهر بعد الوظيفة. فالفن بيأثر في حياة المجتمعات بشكل عام. طيب بيأثر في ايه تاني؟ طبعا بيأثر في الصحة النفسية. الصحة النفسية لما تلاقي نفسك مودك مقفول ومتضايق ومكشر، فتلاقي نفسك على الساعة 5 ساعة العصرية كده، مفيش أحسن من إنك تسمع الست أم كلثوم ومعاها كوباية شاي. أيوة، 10 على 10 يا ست، عظمة على عظمة يا ست. طيب إيه دور الفن بالقانون؟ إحنا كرجال قانون، وده الهدف الأساسي من الحلقة بتاعتنا النهاردة. إحنا كرجال قانون بنشوف المشاكل اللي بتيجي في التلفزيون ملهاش حلول قانونية، مثلا الابتزاز عبر وسائل الإنترنت. بنشوف مثلا مشاكل الأسرة، الطلاق والجواز والكلام ده. لو تفتكروا فيلم فاتن حمامة زمان بتاع عيله حيا، وفيلم معالي زايد بتاع شقة من حق الزوجة، كل الحاجات دي طلعت قوانين كتير جدا أفادت المجتمع. وفيلم والتمثيل المسلسل بتاع السنة دي بتاع ممثلة اسمها روبي ده، اللي بتتكلم فيه عن الابتزاز عبر الإنترنت. فكل الحاجات دي محتاجة قوانين. فإحنا جاي القانون بنشوف إيه السلبيات اللي بتطلع في الفن، إيه السلبيات اللي بتطلع في المجتمع، واحنا بنعملها مشاكل قانونيه، وبنسيخ سياق قانونيه ماشيه معاها وماشيه مع كل متطلبات المجتمع. اخر حاجه احب اقولها لحضراتكم عليها،
يا انه من خلال الفن مش شرط بس ان هو يبقى مسلسل او مسرح، ممكن الفن يبقى لوحة فنية، ممكن يبقى فن تشكيلي، فن تكعيبي، وكل ده برضه يفيد في الناحية الاقتصادية، وممكن تبقى حتة موسيقية برضه يفيد في الناحية الاقتصادية. كل ده ناس بتنتج وناس بتخرج وناس بتألف، وكل دول بيفيدوا في الاقتصاد القومي. وشكرا لحضراتكم، وكل عام وأنتم بخير.